مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. انتصار جديد ومميز جدا جدا. القمر بتاعنا ضحى ابتدت معانا 145 و400 جرام، احنا النهارده 125. ابتدت نسبه الدهون بتاعتها 65 و400 جرام، احنا النهارده ما شاء الله 57 ونص. ابتدت الدهون الحشويه 26، احنا النهارده ما شاء الله 21. اللهم بارك. رحله جميله وسعيده بالنسبه لي عشان ما شاء الله احنا نهينا اعراض صحيه كتير. اللهم بارك. هي الفيتامين د كان مش موجود اصلا، السكر التراكمي هي تايب 2، طبعا في مقاومه انسولين وفي تكيسات على المبيض، في حاله صحيه كده كبيره وضخمه، بس الحمد لله احنا كل ده انتصرنا عليه الحمد لله. قولي لي بقى فرقت معاكي ايه؟ هو بجد فرق في كل حاجه، نفسيا وفي شكلي وفي اللبس، وفي حاجات كتير جدا ما كنتش بعرف البسها بقيت بلبسها. لسه بقول للدكتور ما شاء دي الله اصلا يعني الزرار ده كان ما كانش بيقفل، بسيبه مفتوح. ما شاء الله والله العظيم تبارك الرحمن. حاجات كتير قوي، ده غير بقى الخفه اصلا، موضوع الصلاه، الظهر، يعني بجد يا ريت اي حد عايز ياخد القرار ده ما يستخسرش ما يستخسرش قرار الدايت في نفسه بامكانياته. صحيح. مش لازم ان يعمل حاجات فوق طاقته، ممكن باقل حاجه. برافو عليك. احنا ماشيين مع ضحى اصلا نظام غذائي بس وشويه يعني مكملات غذائيه عايزه اقول يعني عليه الحرق بجد. بس. ما شاء الله هي خدت معانا 5 جلسات ميزوثيرابي، النهارده كانت الخامسه. قولي لي بقى فيدباك الخمس جلسات ايه اخبارها؟ بصراحه فظيعه، يعني فرقت في مقاساتي جدا. الحمد لله. شاده معايا حاجات كتير الحمد لله. بتشد. لان احنا طبعا بنقول لكل واحد بنحط له حسب الماده اللي هو جسمه محتاجها. هي كانت طبعا عندها نسبه ترهل، عندها ستريتش ماركس كتير، عندها شويه سوليت برضو، كل ده اشتغلنا عليه. انت بتقولي لي ايه على الجيبه من شويه؟ يعني دي اصلا ما كانتش بتدخل، الجيبه دي اصلا ما كانتش بتخش يعني ما شاء الله بجد تبارك بجد الرحمن. والله. بتقولي انا مستخسره اضيقها عشان من كتر ما انا فرحانه بيها. انا مبسوطه كده بالاحساس. هتقع منين؟ ما لما تقع بقى. النهارده فيديو مهم، فيديو مليان رسائل كتير جدا. ان اول حاجه انت ما تستخسرش في نفسك. ضحى قالت كلمه مهمه جدا، على حسب امكانياتك يعني المفروض تشتغل. المهم ان انت تاخد الخطوه. بميزوثيرابي هتشتغل، بنظام غذائي فقط هتشتغل، كل ده هتجيب نتائج، كل دي اوبشنز موجوده. هتستخدمها اوكي، مش هتستخدمها انت كده كده هتعمل نتيجه. وما تستخسرش في نفسك، لانه الاعراض الصحيه صدقني بتتطور مع الوقت، وان انت تهمل بتتطور اكتر. فالحمد لله انا مبسوطه كمان بحالتها الصحيه جدا، لان هي فرقت جدا جدا. اللهم بارك. هي ما شاء الله دخلت لي انسان، والنهارده طالعه من عندي انسان لسه ما خلصناش، بس احنا حبينا ندي دعم لكل حد مكسل. انا مش فاهمه ازاي بتستخسروا في نفسكم وفي صحتكم ان انتم ما تاخدوش خطوه. زي ما بتاخد خطوه في حاجات كتير قوي في حياتك، خد خطوه ناحيه نفسك. انت اكتر واحد داعم لنفسك. الكلام ده كل مره بقوله، لانه صحتك هي اللي هتحاسبك في الاخر جسمك ورد فعله هيحاسبك فعلا. بعد كده ما تستسهلش. رد فعل جسمك هيديك رد فعل انت نفسك مش هتتوقعه. فخد القرار من بدري واسعى على نفسك، ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. ومبسوطه بيكي مكملي، والمثالي قريب جدا ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور بجد، وعلى مجهودك وعلى كل حاجه، وكفايه الراحه النفسيه اصلا اللي حسيتها من اول يوم دخلت هنا. الحمد بجد لله والله الحمد لله، ده حقك. اكتر حاجه فرقت معايا وخلتني اكمل اصلا. الحمد لله. لو ما كنتش حسيت براحه ما كنتش هكمل، ده حقيقي. شهاده غاليه بجد شكرا شهادة والله غالية من جداً. قلبي، وربنا يا رب يديم عليك التوفيق والنجاح، ودايما تفيدي الناس. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ربنا يسعدكم يا رب، ودمتم اصحاب.